مساء الخير أحبتي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل بصحة جيدة يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفة كبة مقلية بطلب من عند كتير ناس طلبوها مني، إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم. كما راكم تشوفوا هذا هو البرغل اللي يكون ناعم جدا. عندي 3 كاسات نتاع البرغل، أكيد بنفس الكاس عندنا كاس نتاع الفرينة، عندنا كاس إلا ربع نتاع الزيت كما راكم تشوفوا، وعندي هنا شوية ملح، أكيد الملح على حسب الرغبة. عندي حبة بصل كاملة مبروشة، وعندي بهارات جزائرية 100%. كما راكم تشوفوا هنا نحطوا 3 كاسات نتاع البرغل الناعم في طنجرة، نحطوا عليه بمقدار هذا الكاس، وبنفس المقدار اللي نعملوا به البرغل نحطوا 4 كاسات نتاع الماء، نخليهم حتى يغلي معايا الماء. كما راكم تشوفوا نحطوه على البرغل كما تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة، نخليوه مدة ساعة كاملة حتى وين يشرب هذاك البرغل كامل الماء. كما راكم تشوفوا هنايا راهو شرب، ولكن أكيد نخليوه ساعة كاملة نتحصلوا على هذا النتيجة. كما راكم تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة نخلطوه مليح مليح بملعقة، ومن بعد نضيفوا بقية المكونات. الوصفة أكيد بطلب من أختي، من زوجة ابن خالي، من صديقة معي في اليوتيوب، وجزائريين أكيد بطبيعة الحال، فلهذا قلت علاش ما نعملهاش. وتاني تشوفوها راهي سهلة مهلة، ما فيهاش يعني تعقيدات أبدا. كما شفتوا بعد ما خلطت مليح البرغل نتاعي، حطيت الكاس نتاع الفرينة، حطيت بهارات جزائرية، وحطيت البصل، وحطيت الملح. أكيد كما راكم تشوفوا الملح على حسب الرغبة. كما تشوفوا نخلطوا الكل جيدا كما راكم تشوفوا حتى نتحصل على هذا الخليط. كما راكم تشوفوا أكيد بطبيعة الحال من بعد نخلط بيدية أفضل وأحسن باش نتحصل يعني القوام المطلوب. كما راكم تشوفوا المهم تيجي تتماسك معايا. كما تشوفوا بعد ما نخلط مليح مليح كما تشوفوا هنا نبداو نضيفوا المكون الأخير اللي هو الزيت. كما راكم تشوفوا هنا حطيت 4 كاس تاع الزيت، تبداو تحطوه بشويه حتى تلم معاكم العجينه. هنا هو سر نجاح هذه الوصفه، يعني البرغل ما تلموهش بالماء، تلموه بالزيت. الا لميتوه بالماء كي تقليوها في المقله راهي تتفتت معاكم، ما تقعدش الحبه كامله. كما راكم تشوفوا هذه هي سر نجاح الوصفه. وكما شفتوا في الفيديو تحطوا غير بشويه زيت حتى تخلصوا كل الزيت اللي معاكم. اكيد راكم تشوفوا القوام نتاع العجينه. كما راكم تشوفوا ماشي لازم تكون عجينه متماسكه، تحكموا بشويه هكذا كي تشوفوها راهي تتلم معاكم. هنا رانا نحبسوا. كما راكم تشوفوا هذا هو قوام العجينه، فوالا هنا راهي تتلم معاكم. ومن بعد نشكلوها على شكل دائري. ونزيد نقولكم تاني سر لنجاح هذه الوصفه، يعني كي تشكلوها بهذا الشكل وبهذه الطريقه كما راكم تشوفوا ما لازمش ترقوها بزاف. إلا رققتوها تاني كي تحطوها في المقلة راهي تتفركت معاكم وما تنجحش الوصفة. يعني حاولوا تخليوها شوية هكذا، يعني ما هيش رقيقة بزاف، تكون متوسطة. كما راكم تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة جد بسيطة، كما قلت لكم ما فيهاش تعقيدات أبدا، وتاكلوا أكيد بالصحة والهنا، وبزاف بزاف بنينة بصراحة. وأكيد رايحة نسرع لكم الفيديو ونعمل العجينة كاملة كاملة نحضرها معاكم باش كي نبدا نقلي تجيني سهلة. وأكيد نتوما تاني لازمكم تعملوا هكذا من بعد تجيكم سهلة كي تقليوها. كما راكم تشوفوا هنايا أنا خلصت كل الكمية اللي معاي، وهنا نبدأ على بركة الله نقليها. كما راكم تشوفوا هنا حطيت الزيت نخليه على نار قليلة باش ما تتحرقش معاي. وكما شفتوا الوصفة معاي راهي ناجحة 100%. وشوفوا كيفاش حطيت الحبة وما تفركتش معايا وقعدت كيما راهي.
فوالا، ولازم تنجح معاكم بهذا الشكل وبهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. وانا نقليهم حتى نخلصهم كامل كما تشوفوا، وان شاء الله اكيد بطبيعة الحال تنال اعجابكم ورضاكم. بلا ما ننسى راني نخلي لكم في صندوق الوصف الكبة اللي عملتها في الفرن، كانت باللحم والجوز. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم ورضاكم. اكيد هذه الطريقة بدون لحم وفيها عدة طرق، وتاني تجيكم سهلة من بعد كي تعملوها يعني باللحم. عملوها كيما حبيتوا، تحبوا تاني تقليوها تحطوا لها اللحم وتقليوها، وتحبوا تاني تحطوا لها اللحم وتحطوها في الفرن. يعني كاين 3 طرق. فوالا كما راكم تشوفوا، ونتمنى ان شاء الله نالت اعجابكم الوصفه ورضاكم، وهذا الطبق راهو واجد معاكم. فوالا بصحتكم، وما تنسونيش بلايكاتكم تعليقاتكم الجميله اللي ديما تشجعني وتفرحني. دمتم في رعايه الله وحفظه، في امان الله.